مقارنة سريعة ما بين الام 4 الناري واليو ام بي بتاع الهونر الجديد. احنا هنقيم السلاح من 8 نقط. اول نقطة الشكل الاساسي، تاني نقطة تأثير مميز عند الاستبعاد، تالت نقطة الشكل المتقدم، رابع نقطة إشعار الاستبعاد، خامس نقطة تأثير الإصابة، سادس نقطة الشكل النهائي، سابع نقطة صندوق الغنائم، تامن نقطة اللحظة المجيدة. وأول نقطة اللي هي الشكل هيكسبها الام 4 الناري وبجدارة، يبقى كده 1-0 للام 4 الناري. وتاني نقطة معانا دخان الصندوق وتأثير الانفجار بتاع النيد، النقطة دي تروح لليوم بي عشان يبقى النتيجة 1-1. وهنا الشكل النهائي الاتنين صراحة قويين جدا، بس الام 4 الناري النار طلع منه يعني صراحة شكلها اجمل يعني، عشان كده النقطة دي هيكسبها معانا الام 4 الناري عشان وكده تبقى النتيجة 2-1. ونيجي لرابع نقطة ومن أهم النقط في السلاح وهي الكيل مسج، وهنا الصراحة يكسبها اليوم بي عشان الكيل مسج أحسن وعشان في كيل مسج الفريق، وبكده اليوم بيرجع تبقى النتيجة 2-2. لو عجبتك المقارنة متنساش تحط لايك وفولو واكتب تعليق اللي انا اكمل في المحتوى ده عشان عاوزين نوصل ل10,000 متابع في اقرب وقت. ونيجي لخامس نقطة وهي تأثير إصابة أو الهيت إفكت، يعني الصراحة اللي أحسن فيها الام 4 الناري عشان هي تحس كده اللي هي تأثير هيت إفكت أكبر وكده برضه يعني، وبكده تبقى النتيجة 3-2 للام 4 الناري. ونيجي لتطويرة الشكل النهائي، التطويرة دي بنقطتين عشان فيها حاجتين مهمتين، واللي هو النموذج الأساسي واللي هو تبديل السلاح السويتش. فأول نقطة اللي هو النموذج الأساسي هيكسبها الصراحة معانا اليو ام بي، والسويتش هيكسبها معانا الام 4 الناري، وبكده النتيجة تبقى 4-3 لصالح الام 4 الناري. والتطويرة اللي قبل الأخيرة تطويرة الصندوق، وهنا يكسبها معانا الام 4 الناري، وبكده النتيجة تبقى 5-3 لصالح الام 4 الناري. ونيجي لاخر تطويره وهي تطويره اللحظه المجيده، وهنا يكسبها معانا اليوم بي، فيها شغل جامد قوي الصراحه اللحظه المجيده بتاعت اليوم بي، وبكده يبقى كسب معانا المنافسه دي الام 4 الناري. لو انت شايفني غلطان في اي حاجه في المقارنه انزل اكتب رايك في الكومنتات، واكتبوا السلاحين الجايين اللي عاوز اعمل ما بينهم مقارنه، وحط لايك وفولو عشان اوصل 10,000 متابع في اقرب وقت. وبس، سلام.